في واحدة من العلاقات اللي بتبقى ما بين الteam leader أو ما بين الmanager والsubordinate بتاعه، أنا هنا هاتكلم عن الsubordinate، هاتكلم عنك أنت. واحدة من الحاجات ديّة اللي بتفرق في building rapport وbuilding relations وتقوية العلاقة ما بينهم، إن أي مدير بيدوّر على 3 مهارات أو 3 skills 3 behavioral treatment في الstaff اللي معاه. أول حاجة إزاي إن هو يبقى شخصية reachable، تبقى متاح طبقًا للمتاح، مش متاح for a lifetime. يعني إيه تبقى متاح؟ يعني whenever it comes إن في business في issue في critical لازم تبقى أنت واقف معاه، لازم تبقى شايف هو بيفكر إزاي، لازم تحاول تدّي له الsupport اللي هو محتاجه، سواء الموضوع دوّة relevant للfunction أو الtask بتاعك أو لأ. فدي أول حاجة. الحاجة التانية، اوعى في مرّة تحسّسه إن أنت متسلّط أو اللي أنت عينك على المكان اللي أنت محتاج تكبر من خلاله أو تبقى مكان الكرسي بتاعه. ده لا يمكن يبقى موجود within الDNA بتاعتك علشان تقوي العلاقة ما بينك وما بينه. من الحاجات التالتة الtricky أو الcontroversial اللي الناس بتقول لك لأ مديري لازم يدرّبني، لأ أنت كمان لازم تدرّب مديرك. إيه اللي أنت ممكن تكون بتضيفه لمديرك كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، مرّة في السنة.